ايميلات ابستين في شيء عن 9/11 شو هو؟ في 3 رسائل تحديدا بلشوا يولعوا النقاش هلا من اول وجديد، خصوصا حوالين 11 ايلول. اول ايميل بعد اسبوع واحد بس من 9/11 رسالة قصيرة كتير لجلين ماكسويل بتقول Where's the real pilot؟ هل هيدا سؤال عن الطيارين؟ هل هو تعبير مجازي ولا جملة internal بيناتهم؟ مشكلة مش بالجملة لحالها، المشكلة بالتوقيت، انه لما بتجيك جملة هالقد غامضة بالوقت هيدا الوقت بالذات، طبيعي الناس تسأل ليه وعن شو عم يحكوا؟ ليه عم تسأل Where's the real pilot؟ بعدين في الايميل الثاني اللي هو دعوة لجلين ماكسويل انه تشارك بشيء اسمه شادو كوميشن اون 9/11، لجنة خاصة غير رسمية عم تناقش روايات بديلة عن هجمات 11 ايلول. هل هذا هو تحقيق سري ولا مجرد حلقة نقاش بين المثقفين مش مقتنعين بالرواية الرسمية؟ جلين رفضت الدعوة، وهون في ناس بتقول انه هذا دليل انها ما بدها تنحرق، وناس بتقول لو كانت متورطة كانت شاركت. يعني نفس المعلومة بس تفسيرين متناقضين. طيب الايميل الثالث وهون القصة بتصير شوي ثقيلة، رسالة من جلين ماكسويل بعد 9/11 بشهر تقريبا، بتحكي فيها عن مستقبل بدون العرب، سواء كان تهكمها او عنصرية غضب او انه اليتست عم يحكوا. الرسالة منا شوي طبيعية. طيب ليه كل هالضجة؟ لانه الايميلات ناقصة، السياق منا موجود بالملفات ونازل بالتقسيط، والاعلام الكبير شبه ساكت. يعني هون بصير الشيء الاخطر، الفراغ المعلوماتي. لما الدولة ما تشرح والملفات تكون مجتزأة، الناس بتبلش تركب القصة لحالها، بتعبي بالفراغ. كل ما اسم ابستين بيطلع يعني الثقة بتنهار أكثر، مش لأنه كل شيء مؤامرة، بل لأنه كل شيء صار مشكوك فيه. فهالإيميلات ما بتثبت شيء، بس كمان ما بتسمح إنه نطنشها. فهي دليل واحد على شيء أكبر، إنه في نظام مغلق، نخبة بتحكي بلغة خاصة، ومؤسسات ما بقت قادرة تقنع الناس بالرواية الرسمية.